عليها آلية صغيرة توصلك لغاية البيت، مفيش رهن، لا الطيارة هترجع. شوف التجربة دي، ممكن نعمل ده في مصر بعد كام سنة؟ ياه لسه كتير. كمل معاكم ورانا الحضارة، عاوزين حضارة. نشوف الصورة رقم واحد اللي بنقدمها كلها فهلوة، احنا عاوزين علم. الصورة رقم واحد اهي، اتنين اهي، وادي تلاتة. نشوف الفكرة دي اللي ظهرت معانا للنور. بنتكلم على الوضوء وإهدار المياه، واحنا في رمضان بنشوف المساجد، بنشوف دورات المياه تبقى فيها إهدار مياه قد إيه. إحدى الشركات الإسلامية عملت ابتكار إسلامي إلكتروني، أنت إزاي تستخدم ونعمل ترشيد لاستخدام المياه. إحنا محتاجين اختراعات إسلامية مصرية عربية زي الاختراع ده. wudu system that will make wudu a cleaner, convenient and more pleasant experience. The auto wudu washer will revolutionize the wudu ablution in all Islamic countries, particularly in Saudi Arabia, where it will save millions of liters of water. It will provide Muslims there and all around the world a unique ablution system that will allow them to perform the wudu in full conformance to the teachings of the Holy Quran in a respectful and hygienic manner. هنتبنى 30 اختراع، 30 فكرة، 30 مشروع من هنا من أمام أبو الهول الهرم. عاوزين أحسن اختراعات نحل مشكلة المية، الطاقة، الطرق، التلوث، حاجات كتير عايزينها. ابعتوا لنا عشان تشاركوا معانا، والعلم وللأمام. أبي تريل اسطمته غير موجود. اللي عنده هنت زي دي يعمل ايه؟ هنا منطقة شبرا الخيمة، لما قريت المشكلة استعجبت ازاي شاب بيشتغل عامل في السوبر ماركت زي ناس كتيرة، بس هو شريف، هو طيب، بنته اسمها مي وهو اسمه تامر، بيبدأ حياته ونفسه إن بنته تبقى دكتورة تبقى عروسة، لكن ربنا اداله البنت عندها المرض ولازم يجيب لها علاج، والعلاج ده فيه جزء زي المخدر. يضطر بدل ما يروح لجزخانة يروح لتجار المخدرات في المنطقة هنا ويجيب منهم. ممكن لو هو ماشي في الطريق ومعاه الدواء ده هو مخدر، أحد رجال الشرطة شافه، ممكن يبقى متهم، ممكن يروح في لحظة ويروح معاه الأمل والحلم. كان البنت مزنوقة، المفروض نفتح قيصري، الدكاترة قالوا لأ مش محتاجة طبيعي، صبروا على البنت اتزنقت، حصل نقص أكسجين، المفروض تطلع الحضانة، لا لسه ما فيش. قعدنا يومين لحد ما حصل لها ضمور. الضمور ده درجات، جالها ضمور بدرجة عالية شوية، تمام. من وهي عندها 9 شهور اكتشفنا الموضوع، 8 شهور اكتشفنا موضوع الضمور. جينا طبعا دكاترة وشفنا، رحنا كذا دكتور ورحنا كذا حتة، الحمد لله ربنا وفقنا الدكتور كويس، وان شاء الله والحمد لله يعني ايه شخص حالة البنت وكده. بس من وهي عندها 9 شهور دلوقتي هي 8 سنين، قال لنا الكهرباء الزيادة اللي عندها هتروح بالمدة، ما راحتش. المشكلة ان ادويتها ادوية مخدر اول، جدول اول، حاجة اسمها ابي تريل، حاجة اسمها ريفوتريل. تخيل حضرتك، طب هي الطفلة دي دواها الساعة 12 ودقيقة ما خدتش الدواء بتخش في أزمة تشنج.
ازمه تشنج دي بقى ايه، موال تاني خالص ما تكونش موجوده، هي عامله كده وعينيها على جنب وبتتنفض. لازم نلحق الازمه دي في خلال 10 دقائق. بتاخد حاجه اسمها نيوريل جدول اول، لو حد طبيعي بياخده ممكن نفسه يقف، قلبه يقف، الكلام ده. هي بتاخده تخش على جهاز رسم القلب وجهاز التنفس عشان خاطر قلبها ما يقفش. علبة البرشام ديت تمام ب10 جنيه، سوق سودا ب300 جنيه. خلي بالكوا اللي بيتكلم ده بيشتغل في محل سوبر ماركت، ده ما عندوش آلاف مؤلفة ولا عنده حاجة يسحب منها، ده موظف، ده راجل على قد حاله. يعني الدواء لو ب10 جنيه هيحل مشكلته، 50 جنيه هيعمل له مشكلة، 300 جنيه مشكلة كبيرة. درجة حرارتها ما ينفعش تعدي 36 ونص، 37، 38 ده كارثة. 39 اجري بقى على المستشفى في انتظار الأزمة. اللي مقعدها كده، اللي مقعد مي اللي هي لسه واخدة الدواء حالا، فالدواء بتاخده بتنام، يبقى هو ده اللي مقعدها، لكن هي عندها فرط حرارة جامد. وساعات بيشيلوا جزء من فص المخ أو حاجة بيخليها هادية. أنا مرة عملناها مع الدكتور سمير الملا من سنوات. لا ده في حاجة أبسط من كده خالص، جلسات أكسجين على المخ. ورحت أشوف لها هناك عشان أقدم حياتها شوية. قال الجلسة 150 جنيه، هتحتاج جلسة كل يوم لمدة سنة، ودورك 2025. مسكت قبل كده؟ وبعدين مفيش. رحت للظابط، وريته الروشته والتقرير بتاع البنت، ووريت صوره البنت. قلت له انا بنتي كذا 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 كذا. قال لي هتجيب لها دواء من هنا؟ قلت له حضرتك قول لي على صيدليه اجيب بثمنه وانا اجيب اغلى 50 جنيه. استنى يا حبيبتي، اجيب اغلى 50 جنيه وانا اجيب. وكان محترم جدا الله يرحمه، كان مقدم مصطفى لطفي. والله لو بتاع شغل خير. ايوه الله يرحمه، الله يا يرحمه سبحان بجد. الله. كان حد محترم جدا، ربنا يرحمه وان شاء الله برحمته. اللي عنده بنت زي دي يعمل ايه؟ اللي عاوز ادويه زي دي يعمل ايه؟ هل انا عامله كمدمن؟ هل انا عامله كتاجر مخدرات؟ ولا راجل على باب الله يعني بيشتغل ومحتاج انه يجيب دواء لبنته؟ ده مشكله وزاره الصحه. ده يتعمل لجنه خاصه انه الحالات اللي زي دي تتشاف مره واحده بس كل سنه، ويتعمل لها الكميه اللي تاخدها كل شهر، يروح الاب يستلمها. انت مرتبك كام او بتاخد دخلك كام؟ أنا مرتبي 1300، بتخصم منهم 300 جنيه، بيصفي لي 900 جنيه، 1000 جنيه بكتير قوي في الشهر. أنا ربنا رزقني بحد دكتور محترم بيجيب لي جزء من الدواء. اسمه ايه؟ اسمه دكتور أكرم. انا بشكر الدكتور اكرم.